بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهارده انا هعمل لكم الفراخ بطريقة حلوة قوي مع الرز البسمتي. عملت ايه؟ الفراخ اهي غسلتها كويس قوي ونقعتها في محلول فيه ملح وليمون وسكر. وغسلتها كويس قوي قوي واهي شلتها. هستعمل معاه ايه؟ الفراخ هعملها ازاي؟ هسلقها، يعني اخدها كده كام غلوة، وبعد كده هقول لكم انا هعمل فيها ايه. وهعمل رز بسمتي، وده البصل هسقطه مع الفراخ وهي بتاخد الغلوتين. وادي الرز البسمتي هعمله، وهعمل الفراخ بالبقسماط ده. خليكم معايا وهوريكم. هستعمل حبايتين بيض وهستعمل البقسماط ده. خليكم معايا هوريكم هنعمل ايه. هرمي معاها البصلة ومعلقة فلفل اسمر. انا دلوقتي بغلي ميه. غليت ميه اهي، احطها على الفراخ. تمام، هتاخد غلوتين. والرز البسمتي اهو هنقعه في ميه مغليه لمده 10 دقايق. صلوا على رسول الله. الفراخ اهي خدتها غلوه. تمام، هعمل لها ايه بقى؟ ادي ميه بصل مع فصين توم. تمام، وادي حبايتين بيض. تمام، وادي شويه ملح وشويه فلفل اسمر. تمام، هبدأ اضربهم مع بعض. واروح حاطه الخليط ده على الفراخ. تمام، بعد ما اسيبها شويه في التتبيله دي، هعمل ايه؟ ادي البقسماط، اغلفها بالبقسماط واحمرها في الزيت والسمنه. اهي الفراخ اهي بغلفها كده بالبقسماط اللي هو ده. تمام اهي. صلوا على رسول الله. وانتي بتغلفيها حاولي تضغطي عليها كده علشان البقسماط يتماسك معاها. تمام، في ناس بتحب تعملها نية، يعني تعمل الفراخ نية على طول، ما بتاخدهاش زي كده، تاخدهاش غلوتين كده على البوتاجاز. ما بتعملش كده، انا ما بحبش اعملها كده. انا بعملها بالطريقة دي، بتبقى مستوية وتاكليها كده بنفس كده، تبقى جميلة قوي 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 قوي. جربوا طريقتي دي ومش هتندموا. صلوا على رسول الله. الفراخ اهي انا غلفتها بالبقسماط. تمام، وهبدأ بقى ايه؟ احمرها في الزيت سخن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما انا بحمر بمصفى زي دي كده،
واشيل كده البقسماط علشان ما يحرقش الزيت. الزيت يفضل كده نضيف معاكي وما يتحرقش. نعمل الرز اهو. ادي حطيت نقعت الرز في ميه مغليه لمده 10 دقايق وصفيته، وادي معلقتين سمنه 4 معالق زيت. تمام. وادي بهارات الرز البسمتي. هفضل احور فيه مع الزيت والسمنه، وبعد كده بشربه ايه بقى؟ بشربه التشريب العادي عشان انا نقعاه. بشربه زي الرز العادي بالظبط لان انا نقعاه. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. الرز اهو، بس عشان انا نقعته لمده 10 دقايق في ميه مغليه، فهحط له العقد العادي بتاع الرز اللي هو المصري بتاعنا. تمام. صلوا على رسول الله. ودي كان الشكل النهائي للفراخ الكنتاكي بطريقة عزة عواد، وده الرز البسمتي. اعملوا الفراخ الكنتاكي دي على طريقتي، مش هتندموا. طعمها جميل جدا وهتعجبكم جدا جدا جدا. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.